بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة. طبعا هو محروق من فوق. طبعا انا بجيب طبق واحط فيه شوية بريل كده. دي وصفة سهلة جدا وفشيخة. وتجيب صنفرة دوكو ناعمة، صنفرة دوكو ناعمة خالص، وافضل اصنفر الجزء المحروق، لان ده اتحرق، دي مش وساخة. لان دي لو وساخة هيجيبوا مزيل الدهون وهيجيبوا خل وملح ليمون، هيجيبوا حاجه كده وتطلع. لكن ده محروق، يعني هي منضفه على قد ما تقدر، والحروق دي ما بتطلعش. دي بقى بالصنفره كده اهوت، وبغسل الصنفره تاني في البريل دوت، بريل كده بشويه ميه ورغيهم، وكل شويه احط الصنفره فيه. ده بنضف الصنفره عشان تطلع الحروق. هو لو عندها كذا عين كده اهوت، فتعمل عين، يعني كل يوم ممكن تعمل واحده عشان ما تتعبش. تصنفر فيها هتلمع معاها. ده بسبب ايه؟ البوتاجاز هو شغال بيعمل بك كده، بيعمل صوت كده. البك دي بيولع من تحت، محدش واخد باله، لانه متغطي عليه المكنه بالطربوش بتاعها، فمتغطي، محدش شايف الولعه من تحت. فاي صوت بيحصل في البوتاجاز انا عامل فيديو عليه ان شاء الله بنزله لكم اهو. انا منزله على الشورتز، يعني اللي عايز يخش يشوفه منزله على الشورتز، بس ده هيبقى على البوتاجاز ده كده اوضح اهو. اهي لمعت اهيت بحاجة بسيطة جدا، حتة صنفرة صغيرة بس تكون ناعمة خالص. يعني هي بتاعت الدوكو بتبقى ناعمة خالص عشان ما تخربش الوش اكتر ما هو متخربش اهو. لمعت اهيت والحروق راحت، حاجة بسيطة جدا اهو. ركب تاني اهي وتشغل العين. ما عملتش البك دي لان انا عامل لها زي تخشينة. بوريها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.